الاستثمار العقاري في مصر ليه في ناس بتكسب وناس بتتسوح؟ طيب ازاي نعرف قيمة العقار قبل ما يتباعك؟ لازم تبقى عارف قيمته كويس. عمرك قابلت حد اشترى شقة وبعد سنة باعها وكسب؟ طيب قابلت واحد تاني اشترى شقة فرصة وبعد سنتين لقاها خسرته؟ والاتنين في نفس البلد. هنا التويست. في مصر العقار مش بيكسب اي حد، العقار بيكسب اللي فاهم، او اللي فاهم هو بيجيب ايه، او فاهم احتياجه من العقار ايه ويقدر يوقف بيه الترند لانه فاهم هو بيختار ايه. طيب احنا كجيل اتربينا على المقولة اللي بتقول العقار ما بيخسرش. يا عم ده ما بياكلش وما بيشربش، بس الحقيقة العقار بيخسر وبيخسر جامد كمان، بس لو مشيت ورا الإعلان مش الواقع، مشيت ورا الترند، مشيت ورا الحاجة وانت مش عارف احتياجك من العقار ده ايه. طيب المشكلة في العقار ايه؟ اختيار غلط، توقيت غلط، منطقة غلط، نوع وحدة غلط، طريقة تفكير غلط، والROI مش محسوب اصلا او انت مش عارفه. كل الحاجات دي هي اللي بتخلي العقار يخسرك. يعني لو لخصناهم في كلمة نقدر نقول ايه؟ هدفك من العقار ايه؟ هتحل اللي احنا قلناه غلط، تقدر تشتري اللي انت عايزه. واحنا بنتكلم دلوقتي هفهمك العقار المصري مشاكله ايه، مخاطره، احسن طرق الاستثمار، اسوأ القرارات، المناطق، الارقام، وهنرغي شوية في الحتة دي علشان الناس تفهم هي بتشتري ايه وليه. طيب ليه الاستثمار العقاري في مصر مغري؟ وده كان فيديو مرة عملته اسمه ليه مصر؟ ليه مصر؟ الأسباب كتير، تعالوا نلخصهم سريعا. مصر تعداد سكاني بيزيد زيادة محترمة قوي كل سنة، معدل الجواز عالي جدا، اقتصاد بيتغير كل شوية، طلب قوي جدا للسكن، ناس بتحب الحاجة اللي تتشال وتشوفها بعينيها. يعني هنا نرجع للكالتشر، نرجع بقى اللي اتربينا عليه، اللي هو اشتري بس عقار، اشتري حتة أرض، اشتري حاجة وشيلها للزمن. طب لو بصينا في 2023 و 2024 العقار ارتفع بنسبة من 25 ل 40%، وده حسب المنطقة. طيب في حد يقول لي ما هس الزيادة دي مش حقيقية، الزيادة دي تضخم، سعر دولار، يعني ما هنشرح ده واحدة واحدة. بس في الحقيقة هو زاد من 25 ل 40، والزيادة دي الناس شافتها وحستها. مع كده برضو العقار هو أأمن حاجة. طب وبرضو مش هتخسر منه؟ لا هتخسر، ركز معايا بس وانا هقول لك هتخسر منه ازاي. طيب العقار بيكسب ازاي؟ العقار ليه 3 طرق عشان تكسب منه. اول طريقة بيسموها كابيتال جين او الزيادة في السعر، اللي هي مش دايما ومش في كل منطقة ومش في كل نموذج، بس بيحصل زيادة في السعر، دي طريقة تكسب منها. تاني طريقة العائد الإيجاري او الرنتال انفستمنت. في مصر بنقدر نقول ان العائد الإيجاري بتاعها بيبقى حسب المنطقة من 6 ل 12%. وتالت نوع بيسموه الفليبنج او الريسيل او إعادة البيع، يعني تشتري واحدة وترجع تبيعها تاني. طيب ده محتاج ذكاء شوية، ومش بس حد يجي يقول لك اصلها فرصة وتعالى بسرعة، لا، هو محتاج تفكر عشان تعرف هل الوحدة دي هينفع ترجع تبيعها تاني ولا لا، ولازم تبقى عارف الميعاد اللي انت ناوي تبيع فيه، يا إلا اعتبر ان انت خسرت. طيب امتى العقار يخسرك؟ نقولهم بقى واحدة واحدة. لما تشتري في منطقة مفيش طلب عليها. طب ما في ناس بتقول لك لا، طب ما ليه؟ ما انا اشتري في منطقة جديدة وقدام. حلو قوي، هنا جه كلمة قدام، يعني اللونج تيرم. وهنا الناس بتشتري في مدن جديدة اعداد السكان فيها لسه قليلة، بس لو هي هدفها انها تستلم وتأجر فهنا بتخسر، بس لو بصل قدام يبقى كسبت. طيب تاني حاجة تخسرك لما المشروع يتأخر. ليه؟ سنة تأخير بخسارة، 2 ده نزيف، 3 سنين تأخير دي مصيبة، يعني انت ربنا معاك. طيب لما السعر يبقى أعلى من قيمة المكان، لأن في مطورين للأسف بيبيعوا التضخم مش بيبيعوا العقار نفسه. رابع حاجة لما المنطقة تبقى لسه من غير خدمات، ده طبعا بيوقف الزيادة لحد ما يخش لها المرافق والخدمات. طيب برضه هنرجع لنفس النقطة، والناس هتقول طب ما نشتري في الصحراء، ما هو قدام، ما هو طول ما انت باصص لقدام خش في المناطق الجديدة، بس انت عايز حاجة أول ما تستلمها يبقى لازم تركز قوي انت الوحدة دي هتبقى في أنهي منطقة. طيب خامس حاجة لما تختار أصلا نوع غلط، طيب غلط، يعني استوديو، مساحة صغيرة، اتجاه غلط، دور، لأن ده معتمد على
انت عايز ايه. ما ينفعش تيجي تقول اصل انا عايز استوديو علشان ابقى اجره العيله، ما حدش هيستخدمه. الاستوديو ليه ناس اللي بتاجره، والريسيل بتاعه طبعا حلو. سادس حاجه الريسيل الغلط. ليه؟ لان في ناس بتبقى واخده الوحده عشان تعمل لها فليبنج وتعمل لها ريسيل، بس للاسف بتبقى داخله معاها مقدم وقسطين، ويقول لك انا ادفع المقدم واعمل قسطين وابيع، ويجي هنا اول وقت للخساره. ما ينفعش تخش وحده سكنيه تستثمر فيها في الريسيل وانت معكش تمنها. المشكله مش في المقدم، المشكله في استمراريه القسط. ففي ناس كتيره بتاخد حاجات لقطه وبتخش في مشاريع حلوه بس ما حاش تكمل، فبتدفع مقدم قسط في التاني خسرت. طيب خسرت ليه؟ لسبب بسيط. اولا انت معكش تكمل، فمعنى كده هيحصل حاجه من الاتنين: يا الشركه هتسحب منك الوحده والفلوس هتروح، او هتضطر تبيعها بخساره، يعني هتتنازل عن جزء من الفلوس اللي انت دفعتها عشان تعرف تبيع الوحده بسرعه. علشان الريسيل الصح للوحدات مش قبل سنتين. يعني اللي اتعاقد على وحده وعامل حسابه يرجع يبيعها عشان يكسب منها لازم يستنى مش اقل من سنتين. وطبعا المكسب الصح بيجي بعد الاستلام، سواء هتأجر او سواء هتعمل ريسيل. في ناس في السوق المصري عندها شويه مفاهيم كده للاسف غلط. اصل العقار ما بيخسرش، يغور في 60 داهيه. بس لو انا اخترت غلط، لو اخترت صح يبقى كسبان. اي وحده هتتأجر وده ما ينفعش، لازم الوحده اللي تتأجر ليها اشتراطات. طيب ما ينفعش اروح اخد وحده في الصحراء واقول انا هأجرها، طبيعي هخسر لانها مش هتتأجر. لازم يبقى في نسبه اشغال ما تقلش عن 20%. المطور الكبير هو الضمان. هو ده صح مش غلط، بس للأسف الفترة دي في ناس شارية فكرة إن هو مطور كبير. يعني إيه شارية إن هو مطور كبير؟ يعني شاري سمعة، شاري هيستوري، بيتكلم على حاجات ممكن ما تكونش حقيقة وما يكونش هو اللي عملها. فياريت نركز في دي شوية. طيب الفرصة اللي عليها ضغط كله بيجري عليها، ودي ساعات بتبقى مع ناس معينة بتبقى هي الخسارة، لأن هو داخلها ومش حاسبها كويس. الوحدة اللي انت بتخشها مع الترند لازم تبقى نفس الفكرة بتاعت الترند. يعني لو الترند بتاعها انك هتاخدها تأجرها، يبقى لازم تاخدها وتكملها عشان تأجرها. ما ينفعش تاخدها وفرصة وبعد كده تيجي تقول لي عايز اعمل لها ريسيل. هتخسر طبعا، ما فيهاش، لازم هتخسر. فمش كل الفرص اللي موجودة في السوق نقدر نقول عليها فرصة بتكسب. طيب المدن الجديدة بتكسب؟ طبعا بتكسب، بس للي باصص على اللونج تيرم لقدام، مش للي باصص دلوقتي او بعد الاستلام. اشتري وقسط ويبقى كده انا كسبت خلاص. طيب ماشي، طيب كسبت منين؟ كسبت ازاي؟ انت معاك فلوس تكمل؟ فمش اي مقدم وقساط يكسب. العقار احسن من الذهب، ودي بقى مصيبة. ليه؟ النهارده انا ما ينفعش اقارن حاجتين ما لهمش علاقه ببعض. ينفع اقول لك هي الطياره اسرع ولا النخله اطول؟ هتقول لي حاجتين ما لهمش علاقه ببعض. نفس الموضوع، العقار حاجه والذهب حاجه تانية. ما ينفعش نقارن الاتنين ببعض، وما ينفعش اقول ده احسن من ده. ده ليه احتياج وده ليه احتياج، ده ليه استثمار وده ليه طريقه في الاستثمار. طيب الاراضي، في ناس تقول كل الاراضي بتزيد، بس في اراضي ما بتزيدش، في اراضي بتفضل على سعرها. فلازم تبقى عارف ايه الاراضي اللي هتزيد. ومعظم الاراضي بتزيد بس مع الوقت مش دلوقتي، لان لو دلوقتي زادت مش هتعرف تشتريها. في ناس تانية تقول لك شقتين في اي مكان امان. خد بس انت شقتين، واحده تعيش فيها واحده تأجرها. مش اي شقتين امان على فكره. الامان مش في الاربع حيطان، الامان في الهدف من الشقه دي ايه. العقار مش محتاج فهم بس، العقار ده سوق محتاج دراسه، او تقعد مع مستشار عقاري يفهمك هو ايه اللي ينفع معاك وانت جاي تختار. طيب ناس كتيرة شايفة ان الاستثمار العقاري او المستشار العقاري عادي، يعني ده هيجيب لي شقة اوضتين. بالعكس، انا دكتور، ولما سبت مجالي بعد 16 سنة ودخلت الاستثمار العقاري دخلته على دراسة الاستثمار في العقار. مش جاي ان انت تعرف شقة اوضتين ولا 3، لا، الاستثمار ده دراسة ايه؟ دراسة سوق، دراسة اقتصاد، ودراسة اسواق مختلفة، سوق الذهب، سوق البورصة، سوق السندات. كل ده لازم تذاكره عشان تعرف تتكلم عن الاستثمار العقاري، لان لازم احط المقارنات دي وانا جاي قاعد مع حد بيتكلم في الاستثمار. بس على فكرة شغلانة الاستثمار العقاري في مصر عاملة زي الدكتور بالظبط. وظيفته ايه المستشار العقاري؟ يقعد معاك يسمعك زي الدكتور، بيقعد معاك يسمعك، بشتكي من كذا واشتكي من كذا،
وبيقعد يكتب الأعراض وفي الآخر يقول لك أنت مريض بكذا. نفس الفكرة في الاستشارات العقارية. المستشار العقاري بيقعد معاك وبيسمع أنت عايز إيه، بتفكر في إيه، عايز تكسب، عايز تستثمر، عايز تعيش، وبيقعد يكتب وفي الآخر بيلخص لك اللي أنت قلته ده ويقول لك اللي أنت بتقوله ده كله ينفع في ال5 مشاريع دول، تعال نبتدي نبص عليهم. طب اختصار الاستثمار العقاري في مصر يعني كذا حاجة. تعالوا نشوف أفضل الأنواع بتاعت الاستثمار العقاري في مصر. ما هو مش كله عقار، العقارات متقسمة عندنا الوحدات السكنية مثلا. الوحدات السكنية الطلب عليها بجد، بس في مناطق زي إيه؟ التجمع، الشيخ زايد الجديدة، أكتوبر، الساحل، البحر الأحمر، مناطق زي العبور والشروق، العاصمة الإدارية والمناطق اللي حواليها. كل دي مناطق حلوة في الاستثمار العقاري السكني. طيب والإيجارات من أحسن الحاجات اللي بنقدر نستثمر فيها، لأن السكن الإيجاري غير السكن البيع والشراء. هتقولي هتفرق، دي عايزة حلقة تانية. وعندنا تالت حاجة حلوة في الاستثمار، الكوميرشال، بنسميه في السوق كوميرشال. الكوميرشال ده اللي هو عبارة عن إيه؟ محلات تجارية، محلات أكل وشرب، الFMB، المكاتب الإدارية، العيادات، كل دي تحت مسمى كوميرشال، لأن مكسبها بالمتر مش بالشهر بس. الشقق بتتأجر بالشهر، بس الكوميرشال أو الأنواع اللي أنا قلتها دي بتتأجر بالمتر وعلى حسب المنطقة. بس يعني نتكلم عن المناطق اللي احنا جبنا سيرتها من شوية، يعني نتكلم من 1200 1500 2000 جنيه للمتر في الشهر. فلو 40 متر يعني بتتكلم في حوالي من 60 ل 65 ألف جنيه كل شهر. بس هنا بقى ممكن تخسر. ليه؟ لو داخل الكوميرشال ده عشان تبيع وتشتري، اعرف انك خسران. مكسب الكوميرشال في استمراريته، في إيجاره، مش في البيع والشراء بتاعه. عندنا رابع حاجة ممكن نستثمر فيها، دي بنسميها الكو-working سبيسز، يعني الأماكن اللي بتتأجر علشان الشباب تذاكر، تشتغل مع بعض، تفكر مع بعض. دي من الحاجات بتبقى مساحات كبيرة، وده بيبقى بيزنس تاني خالص لوحده. طبعا من الأساسيات الفترة دي وابتدت في مصر الشقق الفندقية، وده حاجة كده لازم تركزوا فيها. ليه بقى؟ الشقق الفندقية في مصر للأسف عندنا فقر شديد جدا في الشقق الفندقية في مصر، والفقر ده ممكن يوصل ل100%. يعني احنا ما عندناش أصلا، احنا محتاجين كمية من الشقق الفندقية. عشان كده المناطق الجديدة دلوقتي بقى فيه قوانين بتقول إن لازم المناطق دي كل كومباوند هيفتح يبقى جواه أوتيل، علشان يقدر يشغل فكرة الشقق الفندقية أو اللي بيسميها السيرفيس ابارتمنت، يبقى في اوتيل موجود عشان يخدم على المكان. لان من اهم الحاجات اللي احنا محتاجينها في مصر شقق فندقيه. طب ما تيجي نشوف كده احنا محتاجينها ليه. المتحف المصري الكبير ده لسه مفتوح، اهرامات، ابو الهول. انتوا عارفين ان في ناس لحد النهارده في مصر شايفين ان الاهرامات وابو الهول دي حاجه عاديه، متحف عادي. يعني ايه متحف عادي يا جماعه؟ في ناس في العالم بتقعد تحوش بال20 سنه عشان بس تيجي تتفرج على ابو الهول وتبص على الاهرامات وهي واقفه وتخش المتحف المصري. النهارده المتحف المصري بقى بياخد 30,000 واحد جواه. احنا بنتكلم على صرح كبير، دي سياحه كامله، دي صناعه كامله. المتحف والاهرامات وابو الهول لوحدهم شغلوا مناطق بعينها. من بابها منطقه زي الشيخ زايد الجديده، دي لما اتعملت معمولة علشان اسمها في الدولة إسكان سياحي فاخر فندقي. دي معمولة علشان هدفها في الحكومة اسمه سياحة اليوم الواحد. يعني البلد عاملة المنطقة دي عشان السياحة، بس مش أي سياحة، سياحة اليوم الواحد. فراحوا عاملين لها مطار دولي، مطار سفنكس. ده اتعمل مطار دولي قدام الشيخ زايد الجديدة. طب تعالوا بصوا معايا على القصة كده ماشية ازاي. جيت من بلدك، نزلت المطار، عديت الشارع، بقيت في الشيخ زايد الجديدة، سبت شنطتك، طلعت ركبت عربية، آخر الشارع بقيت فين؟ بقيت في المتحف المصري، الأهرامات وأبو الهول. 6 حارات طريق مصر اسكندرية بيوصلك لحد المتحف المصري، منه على الأهرامات وأبو الهول. خلص يلف ويرجع تاني، ياخد شنطته، يعدي الشارع، يركب طيارته ويرجع بيته. فدي معمولة عشان سياحة اليوم الواحد. سياحة اليوم الواحد لوحدها محتاجة شقق فندقية عدد مش لازم نتكلم فيه. ونيو زايد لما اتعملت عشان المتحف المصري والأهرامات وأبو الهول، لأن في دراسة كده اتعملت في مصر على السياح اللي كانوا بيجوا
هدف السياحة الأهرامات وأبو الهول، لقوهم إن 70% منهم ما بيرجعوش مصر تاني، لأن بيجي مطار القاهرة بياخد ساعتين على الدائري، يوصل الأهرامات تكون قفلت، يلف ويرجع تاني، بيدعي بيقول والله ما أنا راجع تاني، لأن هو كان جاي عشان يشوف حاجة وما شافهاش. أنت مش متخيل بيبقى محوش قد إيه عشان يجي يشوف الحاجات دي. فالشقق الفندقية لوحدها دي محتاجة حلقات نتكلم فيها، لأن مصر كلها محتاجة شقق فندقية. أسوأ الأنواع في الاستثمار العقاري. يعني إيه أسوأ الأنواع؟ في ناس تقول لك اشتري بروشور. يعني البروشور أنا بتفرج عليه واشتريته، ما شفتش حاجة، معرفش، مش متخيل، أو البروشور ده مش من حد موثوق منه، لأن في مطورين في السوق بنقول عليهم بيسلمك بروشور، يعني اللي انت بتشوفه هنا هو اللي على الواقع. فلازم تركز انت بتشتري بروشور من انهي واحد. تشتري في مكان لسه صحراء حلو، بس لازم تبقى عارف انت هتشتري في المكان اللي لسه صحراء ده، بس ناوي تعمل ايه بالعقار؟ هتأجر، هتبيع، هتعمل بيه ايه؟ لان على اساسه يا ينفع يا يخسرك. تالت حاجة، نشتري في المدن اللي لسه سكانها قليلين، دي ما عليهاش طلب في الإيجارات، بس حلوة قوي قدام، لأن هتلاقوا دايما فيها جماعات بتفتح جديد. الشراء مع مطورين مش معروفين، وده سلاح ذو حدين. لو انت واثق من ورقك وشايف الورق وكل الإجراءات بتاعته كويسة، روح معاه، لأن بداية سعره بتبقى قليلة وبتضرب في 3 قدام. ازاي تقيم المشروع قبل ما تشتري؟ تعالوا نبص على كام حاجة نقدر نقيم بيها المشروع قبل ما نحط فلوسنا. نسبة الإنجاز اللي اتعملت في المشروع. طيب في ناس بتقول ما في حاجة اسمها لونش، ده لسه رملة، ده لسه جدية حجز. على حسب الاسم والورق اللي انت داخل معاه. تاريخ المطور، مواعيد التسليم، لو هو سلم حاجات قبل كده نشوف عمل ايه قبل كده. جودة التشطيب، الكواليتي بيشطب ازاي، والتشطيب هنا مش يعني تشطيب شقق، لا، تشطيب من بره. التشطيب الخارجي أصعب بكتير لأن صياناته وشغله أصعب بكتير من التشطيب الداخلي. نشوف الخدمات، نسبة الإشغال، سعر المطور مع سعر السوق، لأن في ناس بصراحة بتبيع فلوس، بتبيع غلو، بتبيع تضخم. سعر الإيجار المتوقع لازم تبقى حاسبه. ROI يعني الريتيرن اوف انفستمنت، اللي هم بيسموه العائد الاستثماري. واللوكيشن، المكان اللي انت هتشتري فيه. السيولة بتاعت المنطقة عاملة ازاي، وسهولة إعادة البيع. لو انت بتفكر ان العقار ده بتفكر تعمل له ريسيل، او زي ما بيسموه الفليبنج يعني. طيب ما تيجوا نحسب العائد الاستثماري. ROI بيتحسب ازاي؟ بجيب الإيجار السنوي على سعر الشراء، بضربه في 100. يعني مثلا شقة بتتأجر ب 6000 في الشهر، يعني في السنة ب 72,000 جنيه. لو قلنا ان سعر الوحدة دي 1,200,000، يعني بالحسبة هتطلع 6%. فال6% ده احنا في التمام، لأن لو أقل من 5% ده مسموش استثمار، دي اسمها ركنة. ففي واحد هيجي يقول لي طب بس استنى، ما انت لو حسبتها على شقة ب4 مليون ومكان بيتأجر ب20,000 شقة، أو استوديو بيتأجر ب15,000 في السنة، يعمل له كام؟ بس لو قسمت إيجاره في السنة على 4 مليون مش هيتعدلك حوالي 2-3% ونص. ساعتها تقولي طب ما انا كده بخسر. اقول لك لا، هو انت دفعت 4 مليون؟ انت ما دفعتهمش، انت لحد ما استلمت، يعني بعد 3 سنين هتكون حوالي دفعت من 4 مليون ونص، 1,800,000. لو قسمت الايجار السنوي على اللي انت دفعته، النسبة هتعدي 7 و8 و9%. عشان كده الاستثمار العقاري في مصر ما بيخسرش. طيب ما تيجوا نفكر الاستثمار الذكي. نعمل ايه؟ اشتري في مناطق عليها طلب، اشتري وحدة سهلة تتأجر، اللوكيشن بتاعها. اشتري في مشاريع شغالة، بلاش أول وآخر صف على الفاضي، اللي هو هاتلي في المكان المميز، هو أنت هتعمل بيه إيه؟ بلاش الأدوار الأرضي اللي هي من غير جناين، للأسف معلهاش طلب، سواء إيجارات أو بيع وشراء. ولو ناوي في استوديو، لازم تجيب استوديو في منطقة سياحية، نيو زايد، حاجة جنب الأهرامات. يا سلام بقى لو الاستوديو ده جنب الجامعات، انت ضامن دخل شهري أحسن من أي حاجة تانية. راجع تاريخ المطور، ما تستعجلش، ما تمشيش على الترند وخلاص، استثمر، بس الأهم افهم الأول انت عايز ايه كنوع استثمار. ليه؟ الحقيقي بقى ان العقار مش أمان زي ما الناس فاكرة. العقار ده علم، واللي فاهم يقدر يتحول من مليونير وهو ساكت، بس اللي مش فاهم يقدر يبقى عنده بدل الشقة شقتين، بس في الآخر ما بيكسبش. وأقوى حاجة أقدر أقولها لك بصراحة يعني في الحلقة الحلوة اللي احنا عملناها دي، إن العقار مش اللي تشتريه، العقار اللي تعرف
تمشيه وتمشيه هنا، يا تأجره يا تبيعه.